وقال لهم: أيها الناس، ألا تستحيون، ألا تغارون على نسائكم يخرجن الأسواق ويزاحمن العلوج؟ فناداهم بهذا. هذه غيرة الخلفاء وغيرة من حفظ الله قلبه وصان قلبه من الفساد في الغيرة. لو علم أمير المؤمنين ما هو الحاصل اليوم ماذا سيقول؟ هذه من الأمور المهمة ومن الأمور العظيمة والجسيمة. خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في 20 من شهر جماد الآخرة لعام 1444 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام. لا تأمنوا العقوبات من الله، لا تأمنوا المصائب وتغير الأحوال بسبب هذه الفتن التي تؤدي إلى الشرور العظيمة وإلى المنكرات الكبيرة وإلى الفجور المدمر. فالمسلمون لا سيما في هذا العصر إن أحوالهم تبكي العقلاء، تبكي أصحاب الرجولة، تبكي أصحاب الدين. ندعو الملوك إلى أن نتعاون على دفع الشرور التي داهمت العباد والتي تمكنت من البلاد. نتعاون على ذلك، العالم بعلمه والحاكم بحكمه. غيرة ولاة الأمور على النساء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فعنوان هذه الخطبة غيرة ولاة الأمور على النساء. غيرة ولاة الأمور على النساء. اعلموا رحمكم الله جميعا أن الله عز وجل فطر المخلوق البشري ذكورا وإناثا على الغيرة، على النفس وعلى الدين وعلى الأعراض. وجعل الله عز وجل غيرة الرجال أكمل من غيرة النساء، وهذا لحكم عظيمة، وذلك أن الرجال قوامون على النساء، ولأن الرجال تجتمع فيهم القوة الثلاث: القوة الغضبية والقوة البدنية وهكذا القوة الغيرية. فجمع الله للرجال بين هذه القوى وجعلها أكمل منها في النساء من أجل أن يتحقق الخير. فهذا الذي فطر الله عليه المخلوق البشري، وهذه الغيرة نمتها الشريعة وغذتها وربتها حتى تصير غيرة
نافعة غير مضرة، وتصير غير كاملة غير ناقصة، وتصير غير فيما يحمد لا فيما يذم. وقد روى الإمام البخاري ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة قال: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من غيرة سعد؟ فلأنا أغير منه والله أغير مني. فقوله عليه الصلاة والسلام فلأنا أغير منه دليل على أن أكمل الخلق غيره هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فغيرته على أمته غيره متكاملة عليه الصلاة والسلام. وقوله والله أغير مني فقد جاءت الأحاديث المتواترة، ومن ذلك عن ابن مسعود في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا أحد أغير من الله. في البخاري ومسلم من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا أمة محمد إن الله يغار، وغيرة الله أن يزني عبده أو تزني أمته. وكذلك جاء من حديث غير هؤلاء رضي الله تعالى عنهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا أشد غيرا من الله، فالله متصف بالغيرة، فهذه صفة من صفاته العليا، وهي صفة تليق بجلاله وكماله، وهي صفة حقيقية لا يحسن ولا يصلح تأويلها. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والغيرة المحمودة هي الموافقة لغيرة الله عز وجل، وغيرة الله أن تنتهك محارمه، وغيرة الله أن تؤتى الفواحش ظاهرا منها وباطنا. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: فمن كانت فيه صفة الغيرة فقد وافق الله في صفته، ومن وافق الله في صفة من صفاته قادته تلك الصفة وقربته من الله وأدنته من رحمته وجعلته محبوبا عند الله عز وجل. وقال أيضا رحمه الله تعالى: قال: فأعلى الناس شرفا وقدرا أعظمهم غيره على دينه وعلى عرضه وعلى عرض أقاربه وعلى عموم المسلمين. فأعظم المسلمين غيره من كانت غيرته هكذا على نفسه وعلى عرضه وعلى دينه وعلى أقاربه وعلى عموم المسلمين. فمن أعطي هذه الغيرة فقد أعطي الكمال في هذه الصفة وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: الغيرة هي حرارة في القلب لصلاحه وصلاح حياته. قال: فالغيرة أصل الدين، ومن لا غيرة له لا دين له. وقال الهيثمي رحمه الله: ومن لا غيرة له لا مروءة له. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: والغيرة أصل الجهاد وأصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالغيرة التي فطر عليها العبد والتي جاءت بها الشريعة هي ما سمعتم من هذا الخير العظيم. وذكر ابن القيم رحمه الله أن الغيرة متى كانت في القلب أخرجت منه الخبث
وأخرجت منه الصفات المذمومة، كما يخرج الكير خبث الذهب والفضة والحديد. هذا شأن الغيرة التي جاءت بها الشريعة ودعت إليها الشريعة، فما أحوج المسلمين إلى أن يصونوا هذه الغيرة وإلى أن يحافظوا عليها. وسمعتم أن نبينا عليه الصلاة والسلام أكمل الناس والخلق غيره على أمته، فالمطلوب الاقتداء به في هذا الكمال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: سنة المؤمنين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد الخلفاء أن النساء كنا يحتجبن، فهذا الحجاب والمحافظة عليه كان من كمال الغيرة. بسبب كمال الغيرة بقيت النساء مصانات، محفوظات، محميات، مرعيات من قبل المسلمين، لا سيما من قبل صنفين من المسلمين، من قبل العلماء ومن قبل الأمراء. وسأذكر لكم بعض الآثار والقصص النافعة في هذا. أخرج الإمام عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه بسند جيد عن أبي سلامة قال: أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حياضا، فوجد الرجال والنساء يتوضؤون جميعا، فأخذ الدرة وضربهم ودعا صاحب الحياض وقال: يا صاحب الحياض اجعل حياضا للرجال واجعل حياضا للنساء. هذه غيرة عمر رضي الله تعالى عنه. وجاء أنه منع طواف النساء مع الرجال، وفي البخاري وغيره أن ابن هشام المخزومي وكان أمير المدينة منع النساء أن يطفن مع الرجال. وأخرج الإمام أحمد في مسنده وغيره وهو أثر حسن عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما كان خليفة في الكوفة خاطب من كان عنده من الناس وقال لهم: أيها الناس، ألا تستحيون، ألا تغارون على نسائكم يخرجن الأسواق ويزاحمن العلوج، أي يزاحمن الكفار. فناداهم بهذا. هذه غيرة الخلفاء وغيرة من حفظ الله قلبه وصان قلبه من الفساد في الغيرة. يقول لهم: ألا تستحيون، ألا تغارون أن تتركوا نساءكم في الأسواق يزاحمن العلوج أي الكفار. لو علم أمير المؤمنين ما هو الحاصل اليوم ماذا سيقول رضي الله تعالى عنه. وكذلك أيضا أخرج الإمام البيهقي في السنن وغيره بإسناد جيد أن امرأة جاءت إلى القاضي واشتكت بزوجها أنه منعها مهرها وهو 500 دينار، فجيء بزوجها فأنكر زوجها ما ادعته امرأته فيه، فقال لها القاضي: شهودك. فجاءت بشهود، فلما جاء بالشهود إلى القاضي قال بعضهم: تكشف عن وجهها لنتعرف عليها، يعني أهي أم ليست هي. فلما سمع الرجل أن امرأته تطالب بكشف وجهها قال: أيها القاضي، إنها صادقة فيما ادعت. فلما رأت المرأة غيرة زوجها
عليها أعجبها ذلك ونعشها ذلك ونهض بها ذلك، فقالت: أيها القاضي، لقد عفيت عنه وبرئت ذمته في الدنيا والآخرة من حقي. فقال القاضي: اكتبوا هذا في مكارم الأخلاق، في مكارم الأخلاق، في الحفاظ على النساء حتى لا يتبرجن، حتى لا يتبرجن، وحتى لا يختلطن بالرجال. هكذا كانت الحياة عامرة في تلك العصور، عامرة بالعفاف والعزة والغيرة والشهامة والرجولة إلى غير ذلك مما كانوا عليه من الخصال الطيبة والمحاسن والمحامد. نعم عباد الله، نعم عباد الله. كذلك أيضا ذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية رحمه الله، قال: كان الملك العادل نور الدين الزنكي رحمه الله، قال: كانت سيرته سيرة حسنة، وكان شجاعا ومقداما، وكان من أشد الناس غيره على رعيته، يدافع عنهم ويدافع عن أعراضهم. هكذا كان من يسوس أمور المسلمين. فولاة الأمور في العصور المتأخرة بحاجة ماسة إلى أن يقتدوا بمن سبقهم وبمن كان على السيرة المحمودة وعلى الخصال المجيدة وعلى المحاسن التي يفتقرون إليها ويحتاجون إليها. نعم أيها الناس، وكم من مواقف ومن أمور طيبة عرف بها ولاة الأمور كانت ولايتهم عظمى كالخلافة والرئاسة وما أشبه ذلك، أو كانت ولاية دون ذلك، فكانوا متعاونين، كانوا متعاونين. أصحاب الولايات الكبرى وأصحاب الولايات الصغرى يتعاونون على حفظ أعراض المسلمين، يتعاونون على حفظ أعراض المسلمين. هذه من الأمور المهمة ومن الأمور العظيمة والجسيمة التي يحتاج ولاة الأمور في عصرنا من ملوك ورؤساء وحكام وقادة وغير ذلك إلى أن يعيدوا النظر في سياستهم وفي سيرهم في محافظتهم على رعيتهم وعلى دينهم وعلى نساء المسلمين. إننا لنأسف عندما نجد أن هنالك من يعظم المسلمين ولو بشيء من المراعاة، ولا نجد هذا في كثير من ولاة أمورنا. ذكر محمد بن إسماعيل المقدم رحمه الله في كتابه عودة الحجاب، ذكر أن مجموعة من اليهود في مدينة سالونيك اجتمعوا وأعدوا احتفالا ليليا، وجهزوا مجموعة من النساء اليهوديات وجعلوا عليهن أسماء نساء مسلمات، واتفقوا على أن هؤلاء النساء اليهوديات يصلن إلى منصة الاحتفال، ومن ثم يخلعن الحجاب ويدسنه بأقدامهن على أنهن مسلمات وعلى أنهن متحررات. فملك اليونان لما أخبر بإقامة هذا الحفل منع اليهود من إقامة هذا الحفل، قال: مراعاة لمشاعر المسلمين. واليوم نسمع قرارات تنزل وفيها الدعوة السافرة والمدمرة والدعوة المخربة
للدين والدنيا وللأعراض، تقارير تنزل بالسماح للمرأة أنها تذهب حيثما شاءت بدون محرم، سائبة، تبقى لها سائبة كالأنعام السوائب، تذهب بدون محرم، وأنهن يختلطن بالرجال وأنهن يتبرجن كيفما شئنا. هذه من الأمور الخطيرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والنساء متى كشفنا وجوههن فإن هذا غير جائز، وعلى ولي الأمر أن ينكر هذا المنكر. ولي الأمر عليه أن يقوم بالواجب، أن يمنع النساء من التبرج والسفور ومن الاختلاط الذي هو أشد وأنكى وأوجع. وقال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى قال: إن على ولاة الأمور أن يمنعوا النساء من الاختلاط بالرجال ولو علموا ما في ذلك من فساد الدنيا وفساد الناس قبل فساد الدين لمنعوا ذلك منعا باتا. نعم أيها الناس، هذا من أسس الفساد، ترك المجال للنساء يتبرجن، ترك المجال للنساء يركضن مختلطات بالرجال، هذا هو المؤدي للدمار. قال أحمد شاكر رحمه الله: الأمة التي تفتقد الغيرة فهي أمة دمار وهلاك. يا عباد الله، لا تأمنوا النقم من الله، لا تأمنوا العقوبات من الله، لا تأمنوا المصائب وتغير الأحوال بسبب هذه الفتن التي تؤدي إلى الشرور العظيمة وإلى المنكرات الكبيرة وإلى الفجور المدمر عياذا بالله. ولهذا قال أبو بكر العامري رحمه الله قال: وقد اتفقت الأمة على تحريم المحظورات ومنها اختلاط النساء بالرجال. قال: ومن استباح ذلك فقد كفر وارتد عن الإسلام. الذي يستبيح ما حرم الله عز وجل، فالنساء إلا من رحمه الله ضعيفات، الأم تخدع والبنت من باب أولى أن تخدع، وما تدري إلا وقد تفشى الشر. فإذا لم يكن الرجال هم الحماة هم الرعاة هم الغيرون، إذا لم يكونوا كذلك فحصل من الشر ما حصل كما هو الحاصل الآن عياذا بالله. فندعو المسلمين عموما وندعو ولاة الأمور خصوصا إلى أنهم يتقون الله ويراقبون الله وينظرون ماذا يفعلون وماذا يصنعون. البلاد تعج بالمعاصي والفجور، البلاد ممتلئة بالمنكرات، وأصل ذلك إطلاق العنان للنساء، والنساء إلا من رحمها الله قليلات العقول، قليلات الإدراك، قليلات المعرفة بغدر الرجال ومكر الرجال وسطوة الرجال إلى غير ذلك. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه. أما بعد، صارت هذه الفتنة وهي فتنة النساء وتعريض النساء وتعريض المجتمع المسلم إلى ما لا تحمد عقباه. صار التفاخر في فتحها وفي التعاون على انتشارها وفي المسابقة إلى إصدار القوانين في إباحة ذلك وتجويز ذلك. نعوذ بالله من الفتن،
ما حال من يسلك هذا المسلك؟ ما حال من يسلك هذا المسلك؟ هذا صنف ترحلت منه الغيرة، ترحلت منه الغيرة الدينية التي هي القوة الغضبية والقوة البغضية للحرام والقبائح والرذائل والمنكرات. صار عند هذا الصنف كأنه محب لهذه، وكأن الوصول إليها وكأن الاتصاف بها من المحامد والمحاسن. وإما يسوء كثيرا ويبكي القلوب ويدمع العيون ويفتت الأكباد. ما هو حاصل زيادة على ما سبق؟ أخبرني شخص ممن يعيش في إحدى دول الجزيرة العربية أن مجموعة من البنات الشابات اتفقنا على أن يعملن رحلة يطفن على ما يطفن من البلدان ومن الأقطار وبدون محارم. فجاءت إحداهن إلى أبيها تستأذنه أن تذهب معهن، فأبوها لم يأذن لها وبين لها أن هذا حرام في شريعة الإسلام، والمرأة لا سيما الشابات معرضات للفتك بهن من قبل الذئاب البشرية. فالبنت لم يعجبها ما فعله أبوها وما قاله أبوها، فذهبت إلى القسم واشتكت به هناك، فدعي أبوها إلى القسم وقيل لا، لما تمنع ابنتك من أمر مباح لها؟ نعوذ بالله من التقول على الله. من أباح هذا؟ إنهم صناديد الكفر، هم الذين يبيحون هذا في بلادهم، فمن فعله في بلاد المسلمين فإنما اقتدى بصناديد الكفر، وإلا فالإسلام معروف شأنه في هذا. فقيل له لما تمنع ابنتك من أمر مباح لها؟ فقال لهم هذه ابنتي وأنا أبوها وأنا مسؤول عنها أمام الله عز وجل. قالوا ادخل السجن، فسجنوه، وبعد مدة وهو في السجن قال اخرجوني، ثم قال لهم خذوها لكم خذوها لكم خذوها لكم. يا عباد الله، أمور كما سمعتم ما كانت تدور في الخيال، ما كان يدور في الخيال أن من ولاة الأمور من يصل بهم في أمر الغيرة إلى حد الموت، إلى حد الموت. قال ابن القيم رحمه الله الغيرة إذا ماتت مات القلب، الغيرة إذا ماتت مات القلب، وإذا مات القلب ماتت الجوارح، ماتت الجوارح. هؤلاء ينطبق عليهم أنهم من الصنف الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فندعو ولاة الأمور إلى أن يعتصموا بما جاءت به الشريعة، فهو أحسن لهم من أن يكونوا أذنابا وأتباعا لأعداء الإسلام ينفذون ما يرضي أعداء الإسلام، ولن يرضى أعداء الإسلام عنهم، ولن يتركهم أعداء الإسلام من المحاربة لهم ومن المكر بهم ومن السعي في غزوهم، لن يتركوهم. وإن سعوا هكذا في إرضائهم. نسمع هكذا من ولاة الأمور من يريد إرضاء أعداء الإسلام. يا مسكين، المطلوب أن ترضي الله الذي بيده الأمر كله، والذي يتصرف في نواصي العباد ويملك قلوب العباد هو سبحانه وتعالى. المطلوب أن ترضيه وهو يكفيك شر الأشرار، وهو يدفع عنك، وهو يصونك ويصون مجتمعك ورعيتك. أما أن تبقى الهرولة بعد أعداء الإسلام والسعي في موافقتهم على ما هم عليه، فهذه من الفتن العظام. فالمسلمون في هذه العصور المتأخرة لا سيما في هذا العصر إن أحوالهم تبكي العقلاء، تبكي أصحاب الرجولة، تبكي أصحاب الدين، تبكي أصحاب من يسعون في الإصلاح. فندعو أنفسنا جميعا، الرجال، النساء، الشباب، العلماء،
ومن عداهم. وقبل هؤلاء ندعو الملوك إلى أن نتعاون على دفع الشرور التي داهمت العباد والتي تمكنت من البلاد.